ازيكم يا شباب. طبعا الشغل الشاغل العالم دلوقتي هو انتقال كيليان امبابي للسعوديه. هو لسه ما انتقلش، بس سمعنا ان النادي الهلال السعودي مقدم له عرض ب 300 مليون يورو في الموسم. عرض خرافي ما اترفضش. يعني عرض، يعني لو جينا نحسب الرقم كده بالمصري او باي عمله عربيه، يعني هتلاقي رقم خرافي. يعني سمعنا ان هو يعني بلاش نتكلم في الفلوس احسن عشان ما نتعبش. المهم، كيليان امبابي جاي له عروض كتير قوي من السعوديه ومن انجلترا. المهم بقى احنا يعني في صحفي افريقي اسمه ميكي جونيور. الصحفي ده خاص بانتقالات اللاعبين داخل افريقيا يعني. نصح كيليان امبابي نصيحه حلوه قوي. قال له ما تيجي، تعالى يا عم، تعالى يا عم الاهلي المصري، وهتاخد بطولات دوري وكاس ودوري الابطال، وهتروح كاس العالم للانديه يعني، وهتحقق احلامك كلها. ويا عم مش هنديك 300 مليون، مش هنديك 300 مليون دولار او 300 مليون يورو، احنا هنديك 3 مليون دولار في الموسم. حلوين، احنا اخر سقف عندنا مليون ونص صحيح، بس احنا يا عم مستغنيين، هنعتبرك بلاعبين. تعالى يا عم مبابي، تعالى، تعالى هتلاقي في الاهلي البطولات. وهتلعب مع مين بقى يا معلم؟ مع محمد الشناوي، ومع بيرسي تاو، واليو ديانج، وحسين الشحات. يعني انا لو مني منك العرض ما اترفضش. سلام.